لو عايز تهين راجل اشتمه بامه او بالتحديد باعضاء امه. عايز بقى تتفه من كلام راجل قول له بطل لت نسوان. الكلام ده في مدينه نصر جنبنا هنا. لكن عند الاغريق ارسطو قال ثلاثه ليس لهم القدره على التصرف في انفسهم: العبد ليس له اراده، والطفل له اراده ناقصه، والمراه لها اراده لكنها عاجزه. خد بالك ده كان احكم واحد فيهم. اما بقى في بلاد الرافدين وبالتحديد في قوانين حمورابي، ده برضو كان المتعلم الوحيد في بلده. ركز بقى في اللي جاي ده. ينص القانون على ان الراجل من حقه يبيع افراد اسرته للمنفعه، وافراد الاسره دي مش محتاجه اقول لك ان هي بتعود على الاناث او الاطفال الصغيرين الذكور علشان كيوت. خد مراتي. وفي تشريع في الوقت ده كان كتبه راجل جازز على مراته تقريبا. بيقول ايه بقى التشريع ده؟ الست اللي تاثر في خدمه بيتها وجوزها يغرقوها في الميه. تخيلي تموتي علشان كوبايه شاي او ملح زياده في الاكل. عبث. نروح بقى للحضاره الرومانيه. كانوا شايفين ان الست عمل شيطاني وانها الشر اللي الاله بيختبرهم بيه، وعلشان يحموا نفسهم من العمل الشيطاني ده ركبوا للستات في بقهم المزلير. وده عباره يعني انا مش عارفه اشرح، يعني كمامات الكلاب، علشان الستات ما تغويش الرجاله ويفضل بقهم مقفول. الست في الهند بقى كان وضعها ما اقولكوش مختلف تماما. جوزك مات البقاء لله طبعا. قدامك حل من الاثنين: يا تنطي معاه في النار علشان الهنود بيحرقوا الموتى بتوعهم، او تتفضلي مشكوره تحلقي شعرك، تكسري مناخيرك وتشوهي ودنك وتمتنعي عن الكلام والاكل. طب اشوفكم في الاخره بقى يا شباب. وده كله علشان محدش يتجوزها بعد جوزها، لان حياه الست مربوطه بحياته. الاساطير الهنديه بتقول ان الاله لما جه يخلق الراجل والست بدا بالراجل الاول، وبعدين استغفر الله العظيم يعني خلصت المواد الصلبه اللي بيخلق بيها، فخلق الست من بقايا الراجل. الحد وذل وظلم. الصين بقى يقولوا للراجل جالك بنت من هنا، يقول لهم بينا على السوق. طب استنى تعرف ريحه الاكسجين ايه؟ كلمه كمان وهبيعك معاه. وفي فرنسا عملوا اجتماع طارئ لتحديد ماهيه المراه. يعني نعتبرها زي فرس الراجل وبيته، ولا نعتبرها زي كلبه وحيوانه الاليف، ولا نصنفها اداه لمتعه الرجل؟ اعتبروها انسان يا شباب، اعتبروها انسان. طبعا فكره في غايه الغرابه. المهم في نهايه الاجتماع ده قرروا ان المراه هتكون شيء يحدده الراجل على حسب احتياجه. يعني لو عايزها زي حيوانك الاليف تمام، لو عايزه خدامه ماشي، عايزها اداه للمتعه والتكاثر اوكي. حاجه في غايه الروعه. الله اكبر. ما نجتمعش تاني يا شباب، ما نجتمعش تاني. ارواح بني ادمين برضه. وعندنا بقى عند العرب الوضع ما كانش مختلف قوي. الراجل يقولوا له جالك بنت من هنا، ياخدها يحفر لها حفره على قدها بيسين ده يا بابا، وهو بيقوم راميها في الحفره ومغطيها بالتراب، ما حصلش حاجه. نشوف الوالده الثانيه بتقول ايه. اما الفراعنه بقى هم الوحيدين اللي اتعاملوا مع الست ان هي انسان عادي، لدرجه ان هي وصلت للحكم زي حتشبسوت وكليوباترا. وعلشان الشعب يتقبلها حتشبسوت كانت بتتصرف تصرفات رجاله. تحط صوابع ايديها في صوابع رجليها مثلا، تتف في الشارع، تطفي السيجاره في كوبايه الشاي. سوري اندمجت. ده قرف. بطلوا تعملوا القرف ده. وعلى الرغم ان حتشبسوت كانت حاكمه قويه وذكيه، الا ان لقبها برضو كان زوجة الاله امون. هتحكمي وتحاربي وتروحي وتيجي وقتلت واتقتلت، في النهايه زوجة الاله امون. الست الفرعونيه برضو كانت رمز للخير والوفره، علشان كده كانوا بيرموا احلى بنت في النيل علشان ما يجفش ولا يثور عليهم ويغرق المحاصيل. حاجه حزن والله. يعتبروكي خير يرموكي، يعتبروكي شر يدفنوكي. ما تسيبوني اعيش معاكم على اليابس يا جماعه عادي. نسيت اقول لكم ان في انجلترا والعالم المتقدم لحد سنه 1850 التعداد السكاني زي اللي عندنا ده كان بيحسب مواليد الذكور بس، لان الست 6 شهور فتح مطوه، والواحد ربك هو الواحد، 2 يا الحسن يا الحسين، 3 بالله العظيم ما جاي هنا تاني، 5 جد بقى علشان حيلنا اتهد. على الرغم ان الستات يبدو ان هم اليومين دول واخدين حقوقهم كامله، الا ان ده في دوائر محدوده جدا. لسه في ست قاعده في بيت جوزها بلقمتها، لسه في ست جوزها بيغتصبها، لسه في ستات بتتضرب وتتهان قدام عيالها، لسه في ستات لو عرفت تاخد ورثها من اخوها جوزها بياخده، ولسه في ستات جوه البيوت ما بيتكلموش علشان تصون جوزها وعيالها، بس ما حدش قال لها ازاي تصون كرامتها. مش معنى ان الستات حالهم احسن من زمان يبقى ده احسن حل ليهم.